يا صباح الخير والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ رجعتوني تاني لحلقات المتعاملين معنا اللي كان ليا مدة مش بسجل. الحقيقة ان في حد فنان بعتلي صور لشغله. هو بيقول ان هو اتعلم الفن ده في ايطاليا. هو بيعمل بند النقاشة بشكل مختلف. بيعمل باترنز كده في الحيطان بألوان شيك قوي وجميلة جدا. بيقولي ان هو اتعلم الفن ده من 30 سنة في ايطاليا، وبيعمله بيحب يسعى لشغله. بيقولي ان التصوير مش مبين قد ايه الحاجة في الطبيعة احلى بكتير. اتفرجوا على الصور واحكموا بنفسكم. انا عن نفسي الشغل عجبني قوي، ومتخيلاه في الطبيعة هيبقى عامل ازاي. آم، الصور بتاعتك يا ريس هي اللي رجعتني ان انا اسجل تاني حلقات المتعاملين معنا. وفي ناس كتير بترسلي وبيبعتوا لي صور اعمالهم. يا رب ان شاء الله اقدر اعرض لكم شغل الفنيين والصنايعية الحلوة اللي موجودة في مصر، لان فعلا اغلبهم فنانين ويستحقوا التقدير، وان احنا نحط سبوت لايت على الفئة دي من المصريين الجدعان اللي بيشتغلوا في مصر وبره وبيثبتوا جدارة. نهاركم سعيد، يومكم زي الفل. أتمنى تتابعوا حلقات المتعاملين معنا. مهندسة مريم نشأت عدلي.